السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم طريقة قياس الحرارة عن طريق الترمومتر. عندنا جهاز إلكتروني وعندنا جهاز زئبقي. الجهاز الزئبقي تقدر تقيس به، يكون به عداد، هو شفاف، خط شفاف، يقيس لك يبدأ من 35 إلى أن يوصل 42. فأنت من تخليه تحت، إذا خليتها تحت اللسان يعني بالفم، الحرارة الطبيعية أي رقم يطلع لك هو طبيعي. يعني يطلع لك مثلا 38، تنطيه للدكتور تقول له حرارته الطبيعية 38، 37 هي الحرارة الطبيعية جسم الإنسان، فما تنقص ولا تزود. أما إذا حطيتها تحت الأوبط يعني هنا بالداخل، فتنطيه نص درجة زيادة على كل رقم يطلع لك. مثلا طلع لك 37، تعطيه 37 ونص، طلع لك 37 ونص تعطيه 38، يعني زادها نص درجة. ليش؟ لأن هاي المنطقة باردة تكون، مو مثل منطقة الفم طبيعية حارة. أما إذا خليتها منطقة الشرج لا، تنقصها نص درجة. ليش؟ لأن المنطقة حارة كلش، فبالعكس نقصها نص درجة. يطلع لك مثلا 39 تنطي 38 ونص، 37 تعطي 36 ونص، بهاي الطريقة. اما عندنا المحرار الالكتروني تضغط عليه، يعني هو ارقام عداد، تضغط عليه يطلع لك على ال وتنتظره. تنتظر راح هو ياخذ حرارة الجسم، تخليها ما تحت اللسان او منطقة الابط او منطقة الشرج، فهو يبقى يعد لك. هم راح يعد لك 40 50 نفس الوضعية. بالفم طبيعي تعطيها ايش قد الرقم تعطيها نفسه. تحت الأوبط لا، تنقصه، العفو الزودة نص درجة لأن المنطقة باردة. بالشرج تنقصه نص درجة لأن المنطقة حارة، وتقدر تعطيها للمريض. أما المريض هو بعد إذا حرارته مرتفعة، أنت شيء طبيعي تعطيه خافض حرارة، حمالات أو أوبر. هاي بعد تبقى من الدكتور ايش يكتب له من علاج أنت تقدر تنطيها. لهنا وأنا وياكم الحلقة، ورحم الله عليكم، والتقي وياكم في حلقة ثانية إن شاء الله.